بدر الدين الجمالي. كلمة الجمالي ديت ما بتفكركمش كده بحي جميل في مصر جنب باب الشعرية كده؟ حي الجمالية. حي الجمالية ده اتعمل بسبب بدر الدين الجمالي، او اتعمل اكراما لذكرى واحياء اسم بدر الدين الجمالي. طب الراجل ده عمل ايه علشان يبقى فيه حي كامل باسمه؟ وخصوصا ان جوه الحي ده في شارع مشهور قوي اسمه الشارع امير الجيوشي. امير الجيوشي ده اللي هو برضه لقب من القاب بدر الدين الجمالي. عم بدر يا جماعه يعتبر هو اللي انقذ مصر، طبعا بعد رعايه ربنا اللي مصر متعوده عليها من ربنا دايما سبحانه وتعالى. بدر دوت انقذ مصر من وباء ومجاعه وفتره شديده جدا جدا، بيسموها اصعب فتره مصر شافتها في تاريخها. يعني ايه الكلام دوت؟ انا هقول لك يعني ايه. في وقت المستنصر بالله الفاطمي تقريبا، ده كان اخر واحد من حكام الدوله الفاطميه في مصر. الراجل ده مصر اتبهدلت قوي قوي على ايده. ليه؟ لان ابوه كان حب بنت اسمها رصد. رصد ديت كانت من نوبه، كانت جاريه، اشتراها واحد يهودي اسمه ابو السعد او ابو موسى، مش فاكر، حاجه زي كده تقريبا، ابو السعيد. طبعا احنا عارفين اليهود كانوا بيحبوا يكسبوا ولاء الخلفاء في الوقت دوت. فاليهودي حب ياخد رصد دي يشتريها جاريه، شافها بنت جميله من النوبه واشتراها واداها للخليفه هديه. طبعا الخليفه اول ما شافها هي بقى بطريقتها خليته يحبها وراح يتجوزها وبنى لها قصر مخصوص اسمه قصر اللؤلؤه. الكلام ده ما كانش موافق عليه واحد اسمه ابو القاسم الجرجراني، ده كان وزير ساعتها وكان هو قائد الجيش، وكان يعني في بينه وبين الخليفه وقتها صداقه، وما كانش موافق على الجوازه ديت. لكن طبعا الخليفه عايزه هو اللي بيحصل. تم الجواز وخلف ولد اسمه المستنصر. المستنصر دوت بقى وهو عنده كده حوالي 10 سنين كان ابوه الخليفه مات، وطبعا المستنصر كالعاده هو اللي مسك الحكم. لكن عشان طفل صغير كانت امه الست رصد النوبيه هي اللي كانت بتمشي كل امور الدوله. حصل مشاكل جامده بين الست ديت وبين ابو القاسم، لدرجه ان هي كانت عايزه تمشيه لكن ما تقدرش. الراجل ده ماسك مفاتيح البلد كلها في ايده، يعني يوم ما تقول له مع السلامه هيتلاقي الجيش كله انقلب عليها وراح علقوها كده على ابواب المدينه. فضلت مستحمله الراجل لحد ما الراجل مات لوحده. هنا اصبح كل مفاتيح البلد في ايد مين؟ برافو عليكم، وفي ايد الست رصد. ده هي والتاجر اليهودي برضه، وجابت بقى كل اهلها من النوبه، اللي فاهم واللي مش فاهم اي حاجه يمسك في شؤون البلاد. لدرجه ان الجبارتي كده قعد يقول لنا، قالت له انا حاجه، قال لك ان الست ديت كانت بتعين وزير الصبح وتمشيه بالليل. يعني شوفوا الجبروت. طبعا العلاقه باثيوبيا بقت بايظه خالص، لدرجه ان اثيوبيا منعت عننا نهر النيل، واحد سداه من عندها. النيل ما جاش مصر، وانتوا عارفين ان مصر دوله زراعيه وبتعتمد اقتصادها على الزراعه، فالزراعه كلها ايه؟ جفت، كل الاراضي بارت، وبالتالي كل المواشي ماتت، وبالتالي مصر دخلت في ازمه اقتصاديه رهيبه. طبعا الجيش ملوش قائد، فالجيش انقسم وبقى عباره عن ايه؟ شويه امراء من الاتراك، كل امير معاه مجموعه بيحكم المنطقه اللي هو فيها. يعني البلد كانت في حاله صعبه جدا، جوع شديد جدا. طبعا انتوا عارفين ان الجوع والفقر بيولد ايه؟ بيولد جهل ويولد جريمه ويولد سرقه. كانت الناس بتمشي تخطف بعض، يعني ممكن مثلا يلاقي كلب ياخده يذبحه ياكله، ممكن يلاقي كانت في محلات مخصوص جزاره بتبيع القطط والكلاب. يعني انا لو انا بحبك كده وانت ضيف غالي عليا وعايز اعمل معاك واجب صح، اذبح لك قطه او اذبح لك كلب، اقول لك بص يا عم عشان انت مثلا ايه، انت اخو المدام او انت عريس بنتي، فانا اعمل لك عزومه واجيب لك كلب بحاله. حاجه كده الناس بتفتخر بيها. طبعا القطط والكلاب خلصت، فبقى مين؟ الاطفال. تفتكروا ان فعلا الناس كانت بتدور على الاطفال وتدور عليها وتخطفها وتاكلها؟ صدقوني كان ده اللي بيحصل. اقروا التاريخ وهتلاقوا الكلام اللي بحكيه دوت مش رعب، ده كلام حقيقي وكلام كان بيحصل. وعلى فكره ما كانوش عصابات، ده كان شعب مصري غصب عنه. ربنا يكفيك شر هجوم الجعان. الجعان ده مش جاي يسرق فلوس، ده جاي يسرق عيش، ودي كارثه، كارثه ما تقدرش توقفها. الجوع ولا ليه دين ولا ليه مبادئ ولا ليه اخلاق، مجرد ما انت جوعت خلاص الموضوع منتهي. اللي حصل ان الجريمه زادت، وعم المستنصر بالله هو كمان جاع وما بقاش لاقي حاجه ياكلها، وبدا يخلع الرخام بتاع القصر بتاعه.
في الوقت دوت الجوامع كانت بتحاول تصرف على قد ما تقدر وتلم تبرعات، بس هتلم تبرعات من كل فقير. كنائس برضو كانت بتعمل دور كويس، كانت بتوزع برضو على اللي محتاج سواء بقى مسيحي ولا مسلم، ما كانتش فارقه خالص، هو الجوع وحدنا كلنا. المهم ما كانش قدام المستنصر غير انه يلجأ لواحد اسمه بدر الجمالي، وده بطل حكايتنا النهارده. طب بدر دوت كان معروف في وقتها ان هو كان معاه جيش قوي ورجالته كده رجاله جدعان. فالمهم البدر دوت قال لك انا لو جيت مصر هيبقى ليا شروط. ايه هي يا عم بشروطك انت؟ قال المستنصر هتقعد على كرسيك ومالكش دعوه باي حاجه خالص، انا اللي همشي البلد على مزاجي، انا اللي هحط الخطه وانت تنفذها. فالمستنصر ما عندوش اختيارات، ده راجل غرقان، قال له خلاص اعمل اللي انت شايفه صح اعمله. في الوقت ده سد رصد كانت ماتت، فما كانش في حد بيعترض بدر. بدر بقى عمل خطه حلوه، قال لك انا شايف كده ان البلد دي وقعت بسبب 3 حاجات. اول حاجه ان ما بقاش في نهر النيل، تاني حاجه ان الاسعار زادت والسلع زادت فالناس معهاش فلوس تشتري وبالتالي جاعوا، تالت حاجه ان مفيش سياسه قويه. طيب انا هبدا منين؟ راح ساعتها قال لك انا هبدا من عند الكنيسه المصريه، وراح زار البابا كيرلس الثاني، والراجل دوت تاريخه حلو جدا وعمل حاجات قوي في الوقت دوت للبلد، التاريخ طبعا ما يقدرش ينكرها، لا هو ولا باقي الاقباط ولا باقي المسلمين ولا الشيوخ ولا ساعتها مصر، زي ما قلت لكم مصر كلها كانت دين واحد في الوقت دوت، كانوا بيتعاونوا. فالمهم عم بدر قال للبابا كيرلس الثاني، قال له انا عايزك في زياره تلم لي كده رجال الدين اللي عندك اللي في الكنيسه وشويه الاساقفه والكهنه اللي عندهم لسان حلو بيتكلموا حلو، وتطلع لي على اثيوبيا تحاول تحسن العلاقات وتشوف مطالبهم ايه، المهم ما ترجعش الا لما ميه النيل ترجع تاني. بابا كيرلس قال له انا هروح اثيوبيا حالا ومش هرجع الا لما ميه النيل ترجع قبليه. سافر البابا كيرلس وفعلا نشكر ربنا ان الفوق دوت هو نجح في المهمه ديت، وقدر فعلا يرجع صداقه تاني بين مصر واثيوبيا ويرجع مجرى نهر النيل. الحاجه التانيه بدر الجمالي قال لك بس هنشوف بقى السياسه الفاسده ديت علشان المسؤولين او الامراء الاتراك هم اللي كانوا خاربين البلد. طب يعمل ايه؟ انا لسه مش هجيب وحاكم واعمل، انا هعمل خطه، وعمل اشهر مذبحه للاتراك في الوقت دوت، وراح عمل حفله كبيره لكل الامراء وعزمهم. طبعا دي شبه حكايه مذبحه المماليك اللي عملها محمد علي، بس الفرق بينهم حوالي بتاع 800 سنه. بدر الجمالي جمع كل الامراء وراح عمل ايه، رجالته هجموا على الامراء بعد ما شربوا وسكروا، راحوا ايه خلصوا عليهم كلهم. وطبعا دخل على كل امير خد فلوسه وماله وفتح المخازن بتاعته، لقى عنده اغذيه كتير جدا من دقيق وزيت والحاجات الاساسيه. بدر طلع كل دوت وبدا يوزع على الشعب. بعد كده كان قدامه تالت حاجه، اكتشف بقى ان التجار المصريين ومش كلهم، بعض التجار المصريين خبوا السلع الاساسيه وبقوا يطلعوها باسعار غاليه جدا على الشعب، ودي كارثه، ودي كارثه يا جماعه، كارثه هي اللي ادت للمجاعات دي. فراح بدر عمل خطه ذكيه، نزل السجون ساعتها وشاف الناس اللي محكوم عليها بالاعدام بس لسه الحكم ما اتنفذش، وراح كل يوم يمسك 3 ويغطي وشهم ويجي في الميدان ويقول للتجار كلهم خلي بالكم، انا لقيت ال3 دول التجار طبعا وشهم مستخبي، لقيتهم مخبيين سلع جوه المخازن بتاعتهم وهم سبب من اسباب الازمه على الشعب، واستغلوا ازمه الشعب وبقوا يرفعوا الاسعار لدرجه ان الشعب ما بقاش قادر يشتري. علشان كده دي اسمها خيانه، وانا هحاسبهم وحاكمهم بالاعدام. وراح هوب شنق ال3 ايه تجار، او اللي هم ال3 مجرمين بس عامل نفسهم تجار. بدأ كل يوم يجيب 3 ويعمل نفس الحركه لحد ما التجار اترعبت، وبدأ كل التجار يطلعوا الحاجات المخزون اللي عندهم يطلعوها، وبدأ السعر ينزل، والفلاحين كمان بدأ يجي لهم. بدر ساعتها ادى سماد مدعم للفلاحين، خلاص الميه جت يلا اشتغل في الاراضي، الزرع اشتغل، البلد رجعت تاني زي ما هي مليانه خير، ورجع الشعب ياخد نفسه بعد ما شاف اسوأ مرحله لو دورتوا عليها في التاريخ كده هتلاقوها اسمها الشده المستنصريه، نسبه للمستنصر بالله اللي هو الخليفه الفاطمي. وبدر الجمالي او امير الجيوش كان بطل في الوقت دوت وقدر يعدي مصر من الازمه دي. طبعا الجوع صعب والفقر صعب والاحتياج أسوأ بكتير مما تتخيلوا. ربنا ما يوري مصر ولا أي بلد في العالم، مش مصر بس، احنا مش عايزين أي بني آدم على الأرض يجوع مهما كان دينه، مهما كان عرقه، مهما كان سياساته وتوجهاته. الجوع وحش، والجوع
هو أسوأ عدو ما تقدرش تحاربه. ربنا يحمي أرضه ويحمي شعبه ويحمي كل واحد تحت سماه.